ايوه، يعني ازاي برضو الواد المسجل ده ضربك وحبسك؟ هزعل قوي لو حصلت معاك الفقره دي وانت من ضمن المتابعين، وعشان كده انا هقول لك الفقره دي بتحصل ازاي. الواد المسجل ده علشان هو عيل فهمان بيبقى مرقد لك، وقبل ما يجي يعمل معاك اي لقطه او اي مشكله بيروح الاول يعمل فيك محضر، هو او مراته او اي حد من عيلته، وخاصه محاضر السرقه. ليه سرقه؟ هفهمك بعدين. وبعد ما يعمل فيك المحضر على طول يا معلم بيروح يعمل معاك اللقطه اللي عايز يعملها معاك، ضربك بقى، سرقك، عمل معاك اي مصيبه سودة. فانت زي الشاطر بتروح القسم علشان تعمل فيه محضر، تتفاجئ ان انت عليك محضر يا معلم، وتضطر الشرطه ان هي تحجزك لحد ما تتعرض على النيابه تاني يوم. حتى لو الشرطه والمباحث عارفين ان ده محضر كيدي معمول ضدك، فبيضطروا ان هم يبيتوك غصب عنك وغصب عنهم. تتعرض على النيابه تاني يوم، والنيابه في الحاله اللي زي دي وفي قضايا السرقه بالذات بتطلب تحريات مباحث، حتى لو رئيس النيابه هو كمان عارف ان المحضر ده محضر كيدي، بس غصب عنه وغصب عنك وغصب عن الشرطه بيضطر ان هو يبيتك يوم كمان علشان التحريات بتاعه المباحث حول الواقعه وظروفها وملابساتها. يبقى انت كده يا معلم بت ليلتين، والوقت المسجل اللي ضربك بره وانت دماغك مفلوقه نصين، بس انت يا معلم بايت في الحجز وهو بره. عشان كده يفضل لما تيجي تروح تعمل اي محضر يكون مع سعادتك محامي يدخل يشوف الاول انت معمول فيك محاضر ولا لا. لو مش معمول فيك محاضر ادخل وعيش يا باشا واعمل اللي انت عايزه كله. لو معمول فيك محاضر تابعني في الجزء الثاني عشان اقول لك الحل بتاعه. ولو انت مش متابعني ومش من ضمن متابعينا فانت فايتك ياما قوي وهيفوتك اكتر.